المزامير تراتيل معلمنا داود النبي، والملك بركاته على جميعنا. قوتي وتسبحتي هو الرب، وصار لي خلاصا صوت التهليل والخلاص من مساكن الأبرار. يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة. مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور، لئلا يدرككم الظلام. والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور فسيروا في النور، وآمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم، مع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها، ولم يؤمنوا به، ليتم قول أشعياء النبي: يا رب من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب. لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن أشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم، لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه، ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به، لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا للعالم، حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلام. إن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آت لأدين العالم بل ليخلص العالم. من رزلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم، وأنا أعلم إن وصيته
هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به، فكما قال للآب هكذا أتكلم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. عن ظهور السيد المسيح له كل المجد للتلاميذ وإيمان توما الرسول، عشان كده سميناه أحد توما. شفنا بعديه أحد الشبع، السيد المسيح له كل المجد نادى وقال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، ومن يقبل إلي لا يجوع، لأنه هو الشبع الحقيقي. شفنا في الأحد الثالث وهو أحد السامرية التي نادت مبشرة بقيامة الرب التي قامت مع المسيح، وذهبت وبشرت المدينة وقالت لهم تعالوا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. هنشوف النهاردة في الأحد الرابع الكنيسة بتسميه أحد النور. أحد النور. من يتبعني لا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. تنبأ أشعياء النبي في القديم وقال أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا إلي فأشفيهم. قال هذا أشعياء حين رأى مجد الرب وتكلم وتنبأ عن اليهود الذين كان معهم المسيح النور الحقيقي ولم يؤمنوا به. قال لك عمى عيونهم وأغلظ قلوبهم. ويقول كده أشعياء النبي يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. السيد المسيح له كل المجد هو النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم. يا ترى أنا زي شعب اليهود شايف النور قدامي وأحببت الظلمة أكثر من النور، ولا أنا بصلي كده زي ما كلنا بنصلي في صلاة باكر وبنقول أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم. ما دام لكم النور فسيروا في النور، ونحن هنكون زي أولاد العالم اللي قال عنه الكتاب وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. أحبائي، النور معكم زمانا قليلا
النور معكم زمانا قليلا. عمرك في الأرض هنا زمن قليل. إذا كنت تحب أن تكون في المكان المنير مع القديسين المنيرين في السماء مع النور الحقيقي، يبقى لابد أن تسير في النور لئلا يدرككم الظلام. عمرك في الأرض هنا إذا عشت في نور المسيح هتكون معه في الأبدية في النور الأبدي. لكن إذا حبيت العالم وظلمة العالم هتكون فين؟ هتكون في المكان المظلم، هتكون في المكان المعد لإبليس وجنوده. يقول حيث دودهم لا يموت، حيث البكاء وصرير الأسنان، حيث الظلمة الخارجية ظلمة. لكن الإنسان إذا صار في النور وطلب نور الحياة هيكون في النور. النور معكم زمانا قليلا. عمر الإنسان على الأرض قليل جدا. أيامنا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فعيش حياتك على الأرض في نور المسيح. اطلبوا الرب فهو قريب. آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. بنقول كده في قانون الإيمان: نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر. إلهنا نور، واللي يمشي مع إلهنا واللي يعيش حياته على الأرض هنا في النور هيكون مع المسيح أيضا في النور. ما نكونش زي الكتبة والفريسيين واليهود اللي هم أعمى قلوبهم. المسيح أعطانا وصية وأعطانا كلمته، ويقول كده: سراجا لرجلي كلامك. كلام المسيح هو السراج المضيء اللي احنا بنمشي عليه. كلام المسيح هو السراج المضيء اللي احنا بنمشي عليه. سراجا لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ويقول كده أيضا معلمنا داود النبي: وصية الرب تنير العينين. هل أنا بسير في وصية الرب ولا لا؟ هل أنا بقرأ الكتاب المقدس ولا لا؟ اللي يعرف يقرأ فيكم يا ريت كده ما يفوتش عليه يوم ما يقراش ولو آية. اللي يعرف يقرأ يا ريت ما يفوتش عليه يوم ما يقراش ولو آية في الكتاب المقدس. طب اللي ما يعرفش يقرأ واللي وقته مشغول في البيت وشغل البيت وقضيان البيت والزرع، القنوات بتاعتنا النهارده كم قناة في التلفزيون؟ القناة بتاعت الأرثوذكسية بتاعتنا 4 قنوات ولا أكثر، في حدود 4 قنوات. كل دقيقة مش كل ساعة في آية واثنين وثلاثة بتظهر قدامك على شاشة التلفزيون، في عظة واثنين وثلاثة وخمسة في اليوم بيتسمعوا. بس أنا فين من الكلمة بتاعت ربنا؟ أنا فين من النور بتاع المسيح؟ سراجا لرجلي كلامك ونور لسبيلي. هل أنا
بشوف وأفتش عن وصية المسيح فين عشان أمشي في النور بتاعها. كلام الله روح وحياة. كلام الله روح ايه؟ يعني كلمة ربنا دي مش كلمة بسمعها بودني وخلاص، لكن حياة بحياها. سيروا زمان غربتكم في نور المسيح. طب امشي ازاي؟ قال انا حطيت لك وصية، حطيت لك كلامي، فتشوا الكتب لعلكم تجدوا فيها حياة. كلامي روح وحياة. عايز تمشي في النور وعايز تسير في النور، دور على كلمة المسيح، دور على وصية المسيح عشان تنير عينيك وتنير أذهانك. عايز أمشي يا رب صح، عايز أمشي يا رب في نورك، وتسيروا في النور. دور على وصية المسيح، دور على كلمة الله، عشان أنت بعد كده تكون الكلمة المقروءة من جميع الناس. ما أنا أول ما أخذ كلمة المسيح وأقراها وأفهمها وأعيشها في حياتي، يرى الناس أعمالكم الحسنة يمجدوا أباكم الذي في السماوات. أنتم رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس، مش بس في أسرتك، مش بس في قريتك، مش بس في المكان اللي انت عايش فيه. رسالة مقروءة من جميع الناس. فليضئ نوركم قدام الناس. إذا عشت أنا في نور الوصية المقدسة، إذا عشت أنا في نور كلمة الله، إذا بحثت عنها ووجدتها زي ما بيقول كده، وجدت كلامك حلو فأكلته. هل أنا باكل الوصية وأحياها في حياتي وأشبع بيها؟ إذا كنت أنا كده، يبقى أنا ينطبق علي إني أنا رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس. يروا أعمالكم الحسنة يمجد أباكم الذي في السماوات، والذي يمجدني يمجده أبي، الذي يكرمني يكرمه أبي. ما هو ده اللي احنا بنكرم بيه المسيح، إن الناس تشوف فينا صورة المسيح الحية المقروءة. الناس ما شافتش المسيح زمان، لكن أنتم رائحة المسيح الزكية، أنتم صورة المسيح المقروءة من جميع الناس. قال لك لا يوقد سراجا ويوضع تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. إذا مجدت هنا وأكرمت هنا، قال أكرم الذين يكرمونني. ونيجي للكلمة الصعبة بعد كده، يقول لك إيه؟ أما الذين يحتقرونني فيصغرون. طب يا ترى هل أنا بدور على وصية المسيح وأستنير بيها زي ما قال كده لتستنير عقولكم وقلوبكم بكلمة الرب؟ ولا أنا بهمل كلمة ربنا ومش بدور عليها؟ ولا أنا بسمع ومش بعمل بيها؟ ولا أنا ممكن أكون بقرأ كلمة الله، لكن كلمة الله بيجي الشيطان كده ويخطفها أول بأول مني؟ لا لا، أقول له لا، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة إلى مفرق النفس والجسد والروح، داخلة لغاية المخاخ والعظام. لكن علي أنا إني أعمل بيها، إن أنا أستنير وأمشي في طريق النور، طريق الحياة الأبدية، عشان أمجد اسم مسيحي أنا وفي الأرض هنا. يجي في اليوم الأخير يقول إيه؟
أنت مجدتني وأكرمتني فأنا لازم أكرمك. تعالى تعالى إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد قبل إنشاء العالم. سيروا في النور ما دام لكم النور لتصيروا أبناء النور. نور كلمة الله ونور المسيح الذي هو النور الحقيقي ونور الإيمان بربنا يسوع المسيح. الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي فقط بل بالذي أرسلني. المسيح كده بينادي وبيقول الذي يؤمن بي مش بيؤمن بي أنا بس، بل يؤمن بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا جئت نورا للعالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلام بل يكون له نور الحياة. إذ آمنت بالسيد المسيح من كل قلبي أكون في النور. الذي يؤمن بي لا يمكث في الظلام. أنا مؤمن برب يسوع المسيح، وأرجع وأقول إيمان بدون أعمال ميت. إزاي أعرف نفسي إن أنا فعلا فيا نور الإيمان؟ إحنا أمنا، لكن هو الإيمان شفاهي كده، إيمان بالكلام ولا بالعمل والحق. إحنا قلنا إن إحنا أبناء النور، ومسيحنا هو النور، وأعطانا الوصية اللي نسلك بها في النور، وأيضا أعطانا الإيمان العامل، إيمان عامل بالمحبة. هل أنا لي محبة مع أخواتي؟ هل أنا لي محبة مع جيراني؟ هل أنا لي محبة مع أصدقائي؟ هل أنا لي محبة المسيح اللي قال الله محبة؟ هو ده الإيمان العامل بالمحبة، إن احنا نحب أول حاجة المسيح. الله محبة، تحب الرب إلهك من كل قلبك. بعد ما حبيته يقول لي كده لو أنت بتحبني وما بتحبش أخوك يبقى أنت تسير في الظلمة والظلمة قد أعمت عينيك. إزاي بتحب ربنا اللي أنت مش شايفه وأخوك اللي قدامك أو قريبك اللي قدامك أو صديقك اللي قدامك أو سلفتك في البيت اللي ساكنة معاكي شايفاها قدامك ومش بتحبيها وتقول أنا بحبك يا رب؟ إذا كنت ما بتحبش اللي حواليك يبقى أنت ما فيكش محبة الله. إيمان عامل بالمحبة، محبة للقريب، تحب قريبك كنفسك. هل أنت بتحب قريبك؟ هل أنت بتحب أخوك ولا لا؟ إذا كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تقول إني أحب الله الذي لا تراه؟ إذا كان فيكم المحبة اللي علمها لنا المسيح وقال حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم،
ليس لحب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه. هل أنا لي المحبة الباذلة؟ هل أنا بحب من قلبي وبدي كده محبة وبعمل عمل محبة غير منتظر مجازاة من الناس لكني منتظر مجازاة من الله؟ ليكن فيكم المحبة. هل أنا بحب ولا لا؟ ليحب بعضنا بعضا من قلب طاهر بشدة. طلب كده ان المحبة تكون شديدة. هو ده الإيمان، هو ده إيماننا، هو ده نور المسيح، الإيمان العامل بالمحبة. سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم لئلا يدرككم الظلام. كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة بل يكون له نور الحياة. ربنا يدينا ان احنا نسلك في النور وننظر للمسيح الذي هو نور من نور ونقول له يا رب ليضيء علينا نور معرفتك الحقيقية. طب هعرفه ازاي؟ هعرفه من خلال الوصية المقدسة. لما الوصية المقدسة تنور حياتي ومعرفة ربنا يسوع المسيح تنور حياتي، يقول كده تضيئون بشكل المحيي، يعني الناس بتشوف فيكم شكل المحيي. لأننا بنقولها دايما أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وبعد كده يكون لي الإيمان، إيمان ربنا يسوع المسيح، الإيمان العامل عامل بالمحبة، محبتي لله ومحبتي لقريبي كنفسي. إلهنا يجعلنا سامعين عاملين سائرين في نور المسيح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.